لسه مكملين في سلسلة فنادق للكبار فقط. النهارده جايب لكم فندق مختلف جدا، فندق سانرايز هوليداي اونلي ادلتس. تعالى النهارده اقول لك كل حاجة بالتفصيل عن الفندق كله، واوريك كل حاجة موجودة في الفندق، وانت بنفسك هتقدر تقرر اذا كان الفندق ده يستحق الزيارة ولا لا. عجبني قوي الديزاين بتاع المكان، ان هو مريح قوي للعين. الديزاين بتاع الغرفة سيمبل قوي وهادي جدا، وده المطلوب ان هو يديك احساس بالراحة. بص برضك شكل الدولاب هنا عامل ازاي. في دولاب كبير جدا تقدر ان انت تشيل فيه حاجتك كلها. هنا برضك في خزنة لو انت معاك حاجة مهمة حابب ان انت تشيلها. تعالى معايا دلوقتي اوريك الحمام. ده كده برضك شكل الحمام هادي جدا وسيمبل. من الحاجات برضك اللي لفتت نظري في الحمام هنا في سانرايز هوليداي ان هو في ميزان. دي انا لسه واخد بالي منها دلوقتي. ده الميزان لو انت حابب ان انت توزن نفسك، يعني دي من الحاجات الجامده جدا اللي اول مره اشوفها في فندق. في طبعا الحاجات المعتاده بتاعتنا، الشاور جيل والشامبو، الحاجات اليوميه اللي في اي فندق. بالنسبه لكماليات الغرفه، الميه والكوفي بريك، الكوفي والشايات وبراون شوجر وشوجر دايت، دي من الحاجات الحلوه قوي اللي لقيتها هنا الصراحه. وفي طبعا الميني بار، طبعا كل السوفت درينك اللي في الميني بار فري. اجمل حاجه بقى عجبتني في الغرفه هنا بالنسبه لغرفه عاديه جدا في سانرايز هوليداي ان الفيو كله على البيتش. اجمل حاجه انك تصحى الصبح وتلاقي نفسك في الفيو الجميل ده. دلوقتي تعالى اوريكم شكل البوفيه في العشاء عامل ازاي. Buon appetito. بما ان اليوم النهارده طلع شرقي، فالنهارده انا جبت كفته حواوشي، وكان المشروب الرسمي كركديه.
الفندق حلو بالنسبه للسعر اللي انا حجزت فيه. انا هنا جاي عن طريق اجودا. اجودا يعتبر من احسن المواقع حاليا اللي انت ممكن تحجز عن طريقها، احسن من بوكينج. انا جاي هنا باوفر جاحد جامد جدا، احسن من بوكينج واحسن من الفندق ذات نفسه لو انا حجزت عن طريق الفندق. لكن الفندق عامه بالنسبه للسعر اللي انا حجزت فيه، الفندق رائع جدا. بس بقالي كام يوم مش عارف اصور، ممكن جوده الصوت مش قد كده بسبب ان في هوا جامد. يمكن النهارده بصور عن طريق الايبود، بسبب الصوت مش عارف اصور. الميكروفون التاني برضك الصوت مش واضح فيه. ولكن بالنسبة للفندق هنا يعتبر فندق جامد جدا بالنسبة لسعره. في طبعا مطعم سناكس موجود في الفندق شغال طول اليوم، وكمان مطاعم ألاكارت تقدر ان انت تحجز من قبلها. اخر كوكتيل هشربه هنا في اللوكاندا. اتمنى ان الفندق يكون عجبكم. ده من سلسله الفنادق الاودلي ادلز الكبار فقط اللي موجوده هنا في الغردقه. باذن الله اقدر ان انا اصور لكم فيديوهات تانية، فنادق تانية، عشان يبقى عندك محصله كبيره جدا من هنا للصيف انك تختار الفندق اللي انت عايز تروحه. باذن الله هنعمل فيديو كده مع بعضنا ازاي تختار الفندق بتاعك وازاي تختار السعر وتحجز عن طريق ايه، تحجز عن طريق ويب سايت ولا تحجز عن طريق الفندق ولا انك تحجز عن طريق شركة سياحة. ايه الفرق ما بين كل دول؟ ده اللي انا هقدر ان انا اقوله لك في الفيديوهات الجاية. هنعمل فيديوهات تانية نتكلم فيه عن ازاي تختار الفندق وايه الافضل ما بين شرم والغردقة. انا لسه ما اتكلمتش في كل ده. كل ده هنتكلم فيه في سلسلة فيديوهات جاية. أتمنى إن الفندق يكون عجبكم وإن الدنيا تكون اتبسطتوا من المكان. المكان هنا بجد تحفة. أكتر حاجة بتميز الفندق إن أنت تحس في الفندق براحة نفسية. يعني في حاجات كتير ممكن إن أنت تتخطاها، بس أهم حاجة الراحة النفسية. هنا الراحة النفسية تحفة.